السلام عليكم. مع حضراتكم أحمد قطب، محلل فني في البورصة المصرية ومدير حساب في شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية. باختصار هشرح لحضراتكم النهاردة يعني إيه تصريف سهم ببساطة، والفرق بين التصريف والتصحيح. السهم بيمر ب3 مراحل في الصعود و3 مراحل في الهبوط. أول حاجة مرحلة من تحت خالص اللي هي مرحلة التجميع. يعني محدش عايز يشتري السهم مرمي ومحدش عايز يشتريه. هديكم مثلا على سهم بيلتون على التدريج الشهري لآخر 5 سنين. لو حضرتك تشوفوا كده، كان السهم هنا عامل جنيه و20 قرش، جنيه وربع، وينزل ويطلع. هنا المشتري أو الميكر بيشتري براحته، حاطط التارجت ان هو ياخد السهم ده مثلا على جنيه متوسط، مثلا بيدخل ب100 مليون، يشتري بهنا في الحته دي ب50 مليون الاولانيين. خلاص خلص شراء ب50 مليون بالراحه ومن غير ما يعلي الاسعار على متوسط مثلا جنيه. يبتدي بقى ب50 مليون التانيين يشتغل بيهم بقى عشان يعلي السعر، يدخل ب50 مليون التانيين مره واحده. هنا مثلا حضرتك فجاه تلاقي السهم ابو جنيه ونص بقى ب2 جنيه. انا يا نهار ابيض، ده مكسب كبير قوي، ده السهم طار، لما الحق اخش. يبتدي هو حضرتك ايه، يشتري ويبيع عليك، بمعنى يدخل ب25 مليون يشتري، ويدخل هو برضه تاني يوم ب25 مليون يبيع. فتبتدي حضرتك تخش، يبتدي هو يشيل ايده سنه بسنه، يبتدي حضرتك تخش تاني، يبتدي يزود الكميه، يبتدي ايه، يطلع معاك ويطلع معاك ويطلع معاك زي كده ببساطه. تمام، هو كده وصل للقيمه بتاعته. يبتدي هنا ياخد جزء مثلا من، يبيع لك جزء من اللي تحت والشويه اللي خدهم هنا، يبيع لهم هنا في القمه في الحته دي. تمام حضرتك، ويروح شايل ايده مع السهم. فحضرتك تفاجئ تاني يوم ان السهم بينزل ومحدش بيشتري، واللي بيشتري افراد هيشتروا منك، بس دول ما يقدرش يستنوا السهم. فببساطه السهم يفضل ينزل 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 لحد ما يجيب تقريبا نفس الثمن او اعلى منه سنه، اللي هو 2 جنيه اللي هو بدأ الصعود. فالراجل يخش تاني. ليه بيخش تاني؟ عشان ما باعش كل الكميه اللي اشتراها في الاول هنا، عايز يبيعها. باع مثلا 25% منها، فعايز يبيع بقيه الكميه، فيخش تاني، فياخد لك السهم المره دي بقى ايه، ما هو باع المره دي جزء هنا على الكاش القديم، ويروح ده طالع بالسهم. شوف وصل لحد فين، 18 جنيه. تخيل، من 2 جنيه ل 18 جنيه. هنا باع ممكن 50% او 75% من الكميه، وفعلا ساب ايديه والسهم نزل جامد، بس ما كان لسه في جزء من السهم ما اتباعش، فاضطر يسند السهم هنا برضو اخر 25%. خلينا نقول يعني هنا بعنا 25 وباع هنا 50%، ناقص 25%، فاضطر يسند السهم وطلع بيها. باع هنا 10%، ما انت بقى اتعلمت وخايف، وراح نازل بيه، راح بايع 10%، وراح نازل بيه، وراح بايع 20%. خلص الباقي البيعه، ساب ايده خالص بقى لحد ما السهم نزل خالص، بقى رجع تاني لجنيه وال70 قرش وال80 قرش، محدش عايز يبص في ايه، في وشه خالص. دي ببساطه مراحل السهم. يبقى أنا اول مرحله التجميع اللي هي هنا. تاني مرحله هتبقى من فوق الصعود، اللي هي ببساطه دي الجزء ده. ادي مثلا كل شهر عباره بيمثل شهر كامل. وبعد كده اخر مرحله اللي هي التصريف، اللي هو هنا بيبيع كل اللي معاه او جزء كبير من اللي معاه. لو باع كل اللي معاه خلاص بيشيل ايديه ويسيب السهم ينزل خالص. لو فضل جزء بيشيل ايديه عشان حضرتك تترعب وتبيع السهم. تمام، وياخده من تحت بأسعار رخيصة ويعمل متوسط، وبعدين يطلع تاني يبيع كله، يعني يبيع جزء كبير وينزل تاني، وهكذا. هي دي المراحل اللي بيمر بيها السهم في الصعود. وفي الهبوط العكس. أول مرحلة
حاجه اسمها اللي هي تصريف، بيحصل حاجه اسمها بانيك او ذعر. الذعر ده بيحصل ايه او البانيك؟ لما حضرتك انت متعود بطلبات وعروض، طلبات وعروض، تحط عروض حضرتك اشتريت منه، اشتريت السهم 18 جنيه مثلا هنا، وجاي تاني يوم بتعرض، كان الاول بيتحط مثلا فيش ب 10 مليون، فجاه لقيت الفيش محطوط كلها 2 مليون. في الاول في شويه هيدخلوا يشتروا منك وكده، وبعد كده خلاص مفيش فيش، هتبتدي تقلل الثمن، محدش بيشتري، تبتدي الثمن يقع، تبتدي الناس تخاف، حتى عروض يشيل، قال لا ده في حاجه غلط، امال فين اللي كان بيشتري في السهم؟ دي مرحله التصريف او الرعب الاولاني. الناس بتبتدي ترمي السهم الاولاني، بعد كده وفي ناس هتبقى تظهر لك هنا تقول لك ايه؟ الجهابزه بقى، اوعى ترمي السهم، الميكر بيخوفك، السهم ده يساوي ذهب. بغض النظر السهم يساوي ايه، بس محدش يشتري منك فمبقاش ليه قيمه. لو حضرتك معاك حاجه محدش بيشتريها ملهاش قيمه. يعني انا دلوقتي لو رحت الذهب في بلد الذهب مرمي على الارض، محدش يشتري مني الذهب لانه مرمي على الارض. في بلاد يعني في زيمبابوي مثلا من الازمه الاقتصاديه، الناس بتجيب ذهب من البحر وتشتري بيه عيش، فالذهب عندهم زي العمله عادي، فبالنسبه لهم ده مش حاجه كبيره. مثلا على سبيل المثال تاني مرحله اللي هي البيع بقى، حضرتك هتبتدي تسمع كلام اللي هي الهبوط. الناس دي هيقول لك لا اوعى تبيع، وابتدي السهم ينزل، فغصب عنك انا خسرت 20%، خسرت 30%، خسرت 50%، هتبتدي تبيع اللي هي الجزء ده، وفجأة هيختفي بقى الناس اللي بيقول لك يصبروك، هيختفوا. في بقى هيفضل شويه هنا اللي هم ممكن في ناس من هنا هتفضل لحد هنا عادي، اللي هي بقى خسرت 50% و60% محفظه، وقالت يلا بقى انا اعوض على الله، وتنسى السهم خالص. ما خلي بالك احنا من هنا ابريل 2003 لحد 2016 سوري، من هنا من مارس او 2016 لحد جون 2016، يعني حوالي 3 شهور او 4 شهور بينزل السهم فيهم. خلاص انت فقدت الامل، فجاه يدخل الميكر يشتري تاني، تبتدي الامل يحيى. على ده السهم ابو 18 اللي وصل 5 جنيه وصل ل 12 جنيه، حضرتك عندك امل يبتدي يبيع عليك وينزل وهكذا. واخر مرحله بقى مش دي بقى هتوصل ويبقى عندك الامل ويطلع تاني، لا ده هيطلع 12، وهنا بقى يبتدي يبيع كله وينزل بقى. حضرتك يا اما ترضى بالامر الواقع وتخسر جزء كبير من فلوسك، يا اما تفضل معاه تاني بقى، يفضل ينزل لحد الحته دي بقى اللي هي discourage selling بيقولوا عليها، يعني ان انت تقرف من السهم، ترمي السهم بالبلدي. خلاص انا زهقت مش عايز السهم ده، حتى وانت خسران كل الفلوس، خلاص انا استعوضت ربنا ورميت السهم. هنا بقى يبتدي هو يجمع هنا السهم هنا زي ما بيجمع مثلا من هنا من 2020 لحد 2022، قعد حوالي 2 سنين يشتري ويبيع ويجمع وينزل وهكذا، ويرجع تاني يعمل رحلة صعود للسهم. ببساطة دي ال3 مراحل للسهم في الصعود وفي الهبوط. اي سهم في البورصة بيمر بال3 مراحل: تجميع من تحت بيقوم بالميكر والمحافظ، وبعد كده يبتدي يطلعوا بالسهم سنة بسنة، وبعد كده الناس يحصل لها حالة جنون بالبلدي كده، تلاقي الناس كلها الحق السهم ده ضعف 20%، ده ضعف 400%، يا نهار ابيض. يبتدي الناس كلها ملهاش كلام الا على السهم اللي بيطير في السماء. في واحد بره السهم ده، وممكن يكون بره البورصة خالص، يسمع عن السهم ابو 3 جنيه او اللي كان هنا مثلا بجنيه وبقى ب 18 جنيه، يقول يا نهار ابيض، ده انا كنت حطيت هنا 100,000 جنيه في و18 ضعف بقوا 1,800,000 جنيه، وفي كام؟ في سنة، يا نهار ابيض. يبتدي بقى هنا بقى ده اخر واحد بيشتري هنا، سواء كان بيشتغل في البورصة او ما بيشتريش في البورصة،
ممكن يكون واحد ملوش دعوه بالبورصه ويدخل بسبب السهم ده، ممكن يكون واحد بيشتري في البورصه وطول ما السهم بيطلع هو شايف السهم وشايف ان ثمنه غالي غالي غالي. صدقني اللي بيفضل يشوف ثمنه غالي ده ويقول لك ايه، هنا بقى بيشتري في الحته دي، يقول لك خلاص لا ده هيكمل. ما هنا بقى بتيجي الكلام يقول لك لا ما دام وصل 18 هيوصل 36. طب ايه المشكله يا عم؟ ما هو تضاعف هنا 18 مره، ما هو ممكن يتضاعف كمان ضعف، ده اسهل كده بكتير. يبتدي يشيل ايه الليله. ده ببساطه اللي هو اسمه يعني مراحل صعود وهبوط السهم. يعني ايه تصحيح؟ ببساطه كده على التدريج الديلي او التدريج اليومي هيجيب برضو سهم بلتون الابن العاق زي ما انتم متابعينه عارفين ان انا بسميه كده كمثال، عشان برضو ايه مش عايز اجيب سهم اسمه مرتفع دلوقتي يقول لك ده قال عليها تصريف ومش تصريف، ده صعد تاني ومش تصعد تاني، ودخل نفسه في دايره حوارات مالناش دعوه. كل واحد مسؤول عن اسهمه وشغله، كل واحد عنده شركته ومدير حسابه والناس اللي بتراعي شغله. احنا لينا شغلنا وكل واحد له شغله. انا بقول لحضرتك بس معلومه عشان تبقى ليك انت وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. التصحيح ببساطه زي كده، السهم طلع واحد يوم 2 3 4 5 وباع وهو نازل 1 2 3 4 5 وبعدين طلع وبعدين التصحيح ببساطه ان الميكر بيشيل ايديه، فحضرتك بتيجي تبيع ما بتلاقيش ناس تشتري منك كتير فبتضطر تقلل السعر، فيبتدي مفيش قوة شرائية، فيبتدي ترمي السهم ترمي. بس هو مش هيسيب السهم ان هو يفطس، لا هو يبتدي ينزل معاك. بس زي ما انا شايف كده في بلتون مثلا تصحيح عنيف في الحته دي. يعني شوف ساب السهم من كام؟ من 5 وصله ل3.5، يعني ممكن يكون خسره اكتر من 50%. وهتغلبك تدريج الديلي، يعني انا بكلمك على ايام، يعني في 5 ايام انت حضرتك خسرت اكتر من 50% من ثمن السهم. انت متخيل؟ بعد كده ربنا هداه بقى التصحيح بقى بسيط بقى، يعني يطلع 3 جنيه وربع ينزل 3 جنيه يطلع الكلام بقى في الايه، حاجات بسيطه. يعني حضرتك كلنا عارفين اللي كان حصل في البورصه المصريه في الايام دي. هنشوف طبعا الفوليومات عشان نفهم. نقطه اخيره، التصريف بيجي معاه فوليوم كبير جدا بالنسبة للسهم. بمعنى السهم ده مثلا بيعمل كل يوم فوليوم مليون، اليوم ده او كام يوم ده هتلاقيه بيعمل 5 و6 و7 مليون، رقم كبير جدا بالنسبة له. السهم ده كان بيطلع 2-3%، ويوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعمل 3% او 4% في اليوم، يا نهار ابيض ده السهم ده 100 هتلاقيه فجأة 20% شغال عشرينات 15 وتك تك تك، مفيش تصحيح، بيطلع مفيش نزول، ينزل 1-2% ويطلع 20% دول. تبتدي بقى الاشاعات تطلع يقول لك اصل ده عليه استحواذ، ده عليه مش عارف ايه، يبتدي الناس تبرر ليه صعود السهم. وهو في الغالب الميكر بيبيع الايه؟ السهم ببساطه وبيخرج منه، يعني عشان خاطر تريح ايه؟ دماغك. يمكن عشان تشوف الفوليومات برضو على التدريج الاسبوعي بتبان اكتر، وعلى التدريج الشهري طبعا عشان دي بتبقى مجمعه بتبان الفوليومات الايه الكبيره. زي ما شوف حضرتك الفوليومات شغاله ازاي. ببساطه كده زي ما قلنا في فوليوم كبير بالنسبه للسهم، السهم ثمنه تضاعف عدة مرات. يعني ما تقوليش السهم بقى كان ب2 جنيه بقى ب4 جنيه بس ده بيصرف، لا ما لحقش يصرف يا فندم، هو فلوسه لسه جوه، هيصرف لك ايه؟ هو لو حصل هبوط في البورصه ممكن ينزل تاني، هبوط عام بقى في البورصه، يعني لو ب4 جنيه ده ينزل تاني 2 جنيه وينزل جنيه، لكن ما فيش هبوط عام في البورصه فلسه ده مش هيصرف. لكن اللي هيصرف اللي كان مثلا ب6 جنيه وبقى ب80 جنيه مثلا، تضاعف 10 15 20 مره. اقول لك مش عشان الشركه وحشه ولا عشان الاصول بتاعتها ما تسمحش، يعني لا ده ممكن اصولها افضل من كده بكتير كمان، بس عشان دي دوره راس مال. بمعنى ايه؟ الناس بتشغل فلوسها في السهم، الصناديق والمحافظ، ده موضوع كبير عشان ما ازعجش حضرتك ببساطه.
هم بيحطوا فلوسهم في السهم ده لمده معينه، نقول مثلا سنه، بيجمعوا 6 شهور ويبتدي يصعدوا السهم في 6 شهور، وبعد السنه عايزين فلوسهم زاد الارباح. ده اتفاق. فعشان كده دوره الصعود بتنتهي، مش عشان الشركه خسرت ولا اي حاجه. عشان كده تلاقي حتى الشركات تلاقي النتائج كويسه جدا، تلاقي الاسعار بتقل مش تزيد. ده ببساطه يعني ايه تصريف. حضرتك برضو في حاجه مهمه قوي هتعرفها في التصريف، الطلبات والعروض. لو حضرتك بتبص على الشاشه هتلاقي السهم كان بيعمل 5 مليون طلبات و5 مليون عروض، فجأة يبقى 4، شوية يوم 3، شوية يوم 2، شوية، فاهمني؟ هتبتدي الطلبات والعروض تقل، أو العروض أكتر بتزيد بمعنى صح، والطلبات بتقل. كان الأول بتحط الفيشة مثلا على 50 جنيه كان بيدخل واحد يشتريها منك، لا خلاص بتلاقي فرق ما بين 50 جنيه وأول طلب 46 45، فرق كبير مثلا. ما هتلاقي بقى فيش الصغيره اللي شاري 10 اسهم ب 47 وسايبهم فيش الصغيره، اتكلم فيش الكبيره 1000 سهم مثلا 45 1000 سهم على كده، هتلاقي على 45 لما تدي 45 هتلاقي واحد بقى لك لا انا اشتري منه ب 44 ليه؟ انا عايز ب 40، وهكذا. هتلاحظ انت بقى موضوع الايه؟ التصريف. طب ننجو موضوع التصريف ده ازاي؟ هو المنجي منه ربنا بمعنى صح، مش هضحك عليك. الموضوع مش سهل ومش اي حد بيقدر يكتشفه، لان بيدخل في حته الطبيعه البشريه او النفسيه. انت اعمل حسابك ببساطه ان انت الميكر اللي شغال قدامك مش شخص، دي منظومه. بمعنى ايه؟ محللين فنيين وماليين معاهم دكاتره نفسيين، وفي ناس قاعده على الشاشه بتكتب الطلبات والعروض وخطه موضوعه بعنايه. يعني الموضوع مش واحد قاعد على جهاز كمبيوتر وبيلعب، لا لا لا، انت بتشتغل قدام فريق كامل متكامل. فعادي جدا كل الناس بتلبس في اسهم بتصرف، مش هضحك عليك. خليك بس دايما حذر في ما تشتري سهم عالي قوي. بمعنى ايه؟ بالبلدي كده، انا اشتريت بسهم ب50 جنيه وهو كان ب4 جنيه، مفيش مشكله عادي، ممكن يكمل 100 جنيه عادي. طيب احط وقف خسارتي فين؟ ممكن فنان يقول لك لا ده وقف خساره مثلا 40 او وقف خساره 45، لا انا اشتريته 50 ومثلا طلع 52 وبعدين نزل تاني، وفي حاجه مش مظبوطه في السوق، انت واخد بالك؟ او الطلبات والعروض لا ضعيفه، الطلبات ضعيفه، في حاجه مش مظبوطه، لا ما استناش بقى لحد ما ينزل 40 جنيه ولو في خساره، لا ارميه عند ال50، كي ترميه عند 49 كي يخرج بخساره بسيطه واستعوض ربنا. طب ده هيطلع تاني مفيش مشكله يا باشا، لما يطلع تاني ويرد يبقى اشتري تاني. ما كده افضل لك ما تلبس في 40 جنيه، يعني تلبس خساره كبيره، فاهمني؟ فده افضل اسلوب لو حاسس ان في خطر في السوق. لا طب سهم مثلا محترم وماشي وكان ب6 جنيه بقى ب12 او ب16، مش رقم مش كبير قوي، والطلبات وعروض معقوله وكده، وبعدين بينزل صح، ده تصحيح بقى اللي هو بينزل ايه من 16 ل 4 15 ونص 14 في يوم واحد. مثلا كان معاه فلوس ومزنوق عايز يبيع الاسهم بتاعته يسيلها، او اي حد محفظه كبيره عايز تطلع فرمت او باعت على السوق فالسهم نزل 14 جنيه، لا عادي هتبص على الطلبات وعلى العروض هتلاقي الفوليوم مش كبير قوي في البيع. يعني الطبيعي السهم لما بيصحح الفوليوم في التصحيح مبقاش كبير، لكن لما تلاقي السهم بينزل وفوليوم كبير جدا تعرف ان حاجه مش طبيعيه. لما تلاقي فوليوم هنا في القمه فوليوم كبير جدا تعرف ان حاجه مش طبيعيه. يعني هديك ببساطه، بص هنا على التاريخ الشهري نشوف حضرتك الفوليوم ده كله، تمام؟ ده فوليوم كله هبوط. يعني شوف عشان يصعد كان فوليوم صغير، مش محتاج كل الفوليوم الكبير ده. شوف كل الفوليوم ده كده، شوف كل الفوليوم ده كله، دي كلها ناس بتبيع وبترمي، دي كلها ناس بتبيع وبترمي. فانت بقى لما تلاقي فوليوم كبير قوي، فوليوم كبير وناس قاعده بتبيع، ما تعملش انت فيها الناصح بقى وتخش تشتري. معلش انا طولت حضراتكم،
ويا رب ان شاء الله يكون المعلومه وصلت، وتجارب موفقه ان شاء الله للجميع. السلام عليكم.